لو انت فاكر انك متعلق بشخص ومش قادر تستغنى عنه، تعال اقولك معلومة مهمة جدا. لو انا دلوقتي جيت كلمتك من اكاونت فيك، اكاونت مبهم مش باين فيه اي حاجة ولا اسم ولا صورة ولا اي حاجة، واتكلمنا كتير جدا كل يوم، هتتعلق بوجود الاكاونت ده في حياتك من غير ما تعرف صاحبه، وهتتعلق بوجود اهتمام بشكل عام في حياتك. فالشخص اللي انت متعلق بيه ده، انت مش متعلق بيه ولا حاجة، انت متعلق بوجود اهتمام في حياتك. الاهتمام ده مش مهم بيحصل من مين. احنا لو جبنا انسان آلي واهتم بيك هتتعلق بيه برضو. فما تقعدش تفخم وتكبر في قيمة الشخص ده قوي كده، لان هو في النهاية مجرد أداة بتحقق لك شعور. الشعور ده هو إحساس حلو جواك، هو ده اللي انت عايزه ومتعلق بيه، مش الشخص ده خالص. الشعور ده لما بيتسحب منك مرة واحدة، ووقت الفراغ الكبير اللي كان بيتملي مع الشخص ده فدي مرة واحدة، انت بتتعب عشان كنت متعود على حاجة واتسحبت، مش عشان الشخص ده حلو. الشخص ده انت مش محتاجه في اي حاجة، ولا ليه لازمة ولا قيمة. هو خلاص ادى مهمته وادالك الحاجات الحلوة ومشي. طالما الحاجات الحلوة مش موجودة يبقى نرمي الشخص ده ومش عايزينه في حاجة. فدلوقتي كل اللي انت محتاجه مش الشخص ده ولا حاجة، انت كل اللي انت محتاجه هو وقت تقضيه من غير الحاجات دي عشان تتعود على غيابها. زي كده لما تكون مسافر وقاعد شهر كامل في مكان حلو جدا، والمكان ده اتعودت على وجودك فيه، واتعودت على منظر المكان حواليك، واتعودت انك بتتبسط كل يوم لمدة 30 يوم. اول ما ترجع البيت هتحس ان انت متضايق جدا، وان انت مفتقد جدا للشعور الحلو اللي كان هناك. فانت مش محتاج غير شوية وقت تاخد على المكان اللي انت رجعت له